انت ليه بس خايفه تولدي طبيعي؟ الولاده الطبيعي فعلا مش مرعبه. خلينا نتكلم عن الولاده الطبيعي والحاجات اللي انت هتقابليها في مسار الولاده الطبيعي عشان نتاكد فعلا ان هي مفيده جدا، سهله جدا، ومفيش الخوف الزايد اللي كتير من الامهات بتحس بيه مع الولاده الطبيعيه زي ما هم متخيلين. في الاول في سؤال مهم: الولاده الطبيعي افضل ولا الولاده القيصريه؟ قول واحد هو الولاده الطبيعيه افضل من الولاده القيصريه. حتى من اسمها، هي اسمها الولاده الطبيعيه، فهو الولاده الطبيعيه هتكون افضل ليكي واحسن ليكي واحسن للبيبي كمان من الولاده القيصريه. بالرغم بقى من نقطه مهمه جدا، هي متعبه جدا للفريق الطبي. يعني الولاده الطبيعيه للجراح، المساعدين، فريق التمريض، للمستشفى حتى مجهده، بتاخد وقت كبير، مفيش مواعيد محدده ليها. الجراح على طول ستاند باي، ان هو ينزل معاكي في اي وقت حتى لو كان الفجر. المساعد مع الجراح او فريق المساعدين والنواب مركزين كويس قوي عشان البيبي يكونوا متابعينه بشكل كويس، وما تبقاش لا قدر الله في اي حاجه تحصل مفاجاه ما ياخدوش بالهم منها. فاجمالا الولاده الطبيعي طبعا مجهده جدا للفريق الطبي، لكن بالرغم ده احنا دايما بنأكد ان هي افيد بكتير جدا للامهات. فحاولي قبل ما تاخدي قرارك ان انت هتولدي قيصري ان احنا نكون اتكلمنا مع بعض في اللي هيحصل اثناء الولاده الطبيعيه، ولو في حاجه معينه مخوفاكي لازم نتكلم فيها، ولازم على قد ما نقدر نوضح ايه الحاجات اللي هتحصل. فممكن الحاجه اللي مخوفاكي دي تكتشفي ان هي حاجه وهميه مش حاجه موجوده، وانك ببساطه جدا تقدري تاخدي تجربه الولاده الطبيعيه. طيب السؤال بقى التاني: انت خايفه من الوجع، وزي ما اتكلمنا قبل كده ان في حاجه اسمها ولاده بدون الم، وده حق مشروع انك ما تبقيش عايزه تحسي بالوجع. الولاده بدون الم في الولاده الطبيعيه دي متاحه طبعا، سهله جدا، ودي حاجه بيزك. يعني احنا ما نقدرش نقول ان دي حاجه في دكتور معين مخترعها او في مستشفى معينه هتقدمها ومستشفى ثانيه مش هتقدمها. ايه هي الولاده بدون الم مع الولاده الطبيعيه؟ هي استخدام تقنيه من وسائل البنج النصفي، حاجه اسمها الابيديورال. الابيديورال ده اسمها بالانجلش يعني، تمام؟ فالابيديورال هو بنج نصفي، نقدر نبسطه كده نقول ان هو بنج نصفي ممتد المفعول. يعني انت النص التحتاني من جسمك هيبقى متخدر، مش هيحس بالالم، هتحسي باللمس، هتحسي بالحركه، لكن وهتحسي بالضغط، لكن مش هتحسي بالوجع. يعني وهم بيحطوا جهاز نبض الجنين على بطنك انت هتبقي حاسه بلمس ايدهم ليكي. البيبي وهو بيتحرك جوه الرحم هتحسي بحركه البيبي، بالعكس بيبقى احساس لطيف جدا لاول مره تحسي بحركه البيبي من غير ما تكون مؤلمه. الرحم هو بينقبض، انقباض الرحم وتجميع عضله الرحم عشان تنقبض هتبقي حاسه بحركه داخل بطنك. حتى في لحظه خروج البيبي برضه هتبقي حاسه ان البيبي بيتحرك، بس مفيش حاجه هتكون بتسبب لك اي الم زايد او حاجه تعمل لك وجع شويه. فاحنا نقدر ناخد الابيديورال، فهتبقى ولاده بدون الم، ولاده طبيعيه. طيب ناخد الابيديورال امتى؟ انا شخصيا بفضل ان الابيديورال تكون في الوقت ان الوجع بدا يظهر عندك وانت مش متحملاه، لكن احنا ممكن ناخدها من اول لحظه، من اول دقيقه نخش فيها المستشفى، حتى لو ما عندناش وجع خالص، حتى لو احنا مثلا داخلين عشان ناخد تحفيز للطلق. انا بنتكلم بعد كده عن تحفيز للطلق ونشرح فوائده او اسبابه وامتى بنستخدمه او بنلجأ له. بس في العموم احنا ممكن حتى لو احنا داخلين كولد خالص مفيش اي طلق نهائي، احنا ممكن ناخد تحفيز ناخد الابيديورال من اول لحظه دخلنا فيها المستشفى. بس زي ما قلت لك انا بفضل دايما احنا ناجلها شويه لاخر وقت، او للحظه اللي انت فعلا مش هتكوني متحمله فيها الوجع، او اللحظه اللي انت بداتي تحسي بيها في الوجع مش عايزه تبتدي تاخدي تجربه الاحساس بالالم. الابيديورال لطيفه مفيده جدا، امنه عليكي، امنه على البيبي. ممكن نبقى نتكلم بعد كده عن وسائل التخدير في العموم والابيديورال دي بتشتغل ازاي. طيب احنا دلوقتي مطمنين ان هي الولاده الطبيعيه افضل ليكي وللبيبي، ان احنا ممكن تكون بدون الم طبعا، وان احنا ناخد الابيديورال، وقلنا ان هو ده بنج نصفي اللي هيريحك من احساس الطلق خالص، فهتبقى الولاده سلسه ان شاء الله. طيب هنعرف امتى وهنعرف ازاي ان انت هتولدي طبيعي؟ احنا ده اول حمل ليكي وانت ما جربتيش قبل كده تولدي طبيعي وما جربتيش قبل كده تولدي قيصري. هنعرف ازاي انك هتولدي طبيعي او قيصري؟ زمان كنا بنيجي على بدايه الشهر التاسع ونبتدي نقول للامهات ان احنا هنعمل كشف
وهنشوف عظم الحوض اخباره ايه، واسع ضيق، عضلاتك قويه عضلاتك ضعيفه، هل متوقع توليد طبيعي، هل مش متوقع، بناء على الكشف اللي احنا هنعمله ده. الكلام ده اتغير خالص. ليه اتغير خالص؟ ان هو الكشف ده كان الحقيقه كشف سبجكتيف، يعني مبني على احساس الطبيب، مش مبني على بيانات حقيقيه. يعني احنا ما عندناش مزوره بنقيس بيها اتساع عظم الحوض، فاحنا ما نقدرش نعرف هو عظم الحوض فعلا بالنسبه لراس البيبي مناسب ولا لا. هو كان بيبقى بالاحساس. احنا شايفين غالبا عظم الحوض ده بوردر لاين كده، يعني بين البنين، ممكن يعدي ممكن ما يعديش، خلاص بالافضل ما نولد قيصري، لا ده شكله واسع كويس قوي فطب يلا نولد طبيعي، او لا ده انا في الكشف حسيت انه ضيق قوي وكان احساس كاذب مثلا، او عضلاتي قويه جدا فانا حاسس ان انا الكشف مش مريح بالنسبه لي قوي، فغالبا الولاده الطبيعيه مش هتبقى سهله او سلسه. كتير من البيانات اللي كنا بناخدها او كتير من القرارات اللي كنا بناخدها بناء على البيانات دي كانت بتبقى قرارات مش سليمه. وعلشان كده الجايد لاينز الجديده او التوصيات الجديده بقت بتقول ان احنا مفيش اي داعي خالص للكشف في اخر الشهر الثامن او في بدايه الشهر التاسع، وان احنا يفضل ان احنا نستنى لغايه ما الطلق يظهر. وقت ما الطلق ظهر دي عمليه فسيولوجيه بحته، يعني انقباض الرحم هيخلي البيبي يبتدي يتحرك لتحت. لو في تناسب ما بين حجم راس البيبي وما بين حجم البيبي وعظم الحوض الولاده هتبقى سلسه وسهله وسريعه. لو في عدم تناسب هتبتدي تظهر بعض المعوقات، في تاخيرات معينه في بيانات معينه بنقيسها في الولاده الطبيعيه هنشرحها. التأخيرات دي لما هنلاقيها وفي المتابعة بتاعتنا هنعرف ان الولادة مش ماشية بالشكل المفروض عليه، وبالتالي في احتمال تكون مسار الولادة الطبيعية ده مش طبيعي، او ولادة صعبة، او ولادة متعسرة، او حتى ولادة مستحيل انها تكمل فلازم نكمل ولادة قيصرية. هنيجي بقى النقطة كده صغيرة، هل ده معناها ان انت كده حسيتي بالوجعين، وجع طبيعي وجع قيصري؟ لا، الكلام ده غلط خالص. ان احنا قلنا اولا انت ممكن تاخدي ايبيديورال فانت كده مش هتبقي حاسه بوجع الطبيعي. القيصري ممكن يبقى برده ولاده بدون الم ونركب بي سي اي او ناخد تاب بلوك بعد الولاده القيصريه فانت برده مش هتحسي بوجع خالص. احنا ما عندناش حاجه تقول لنا الغيب هيحصل فيه ايه، ما نقدرش نعرف الولاده الطبيعيه هتمشي ازاي غير بمؤشرات بنبقى متوقعين بنسبه كبيره ان غالبا هتبقى الولاده كويسه مثلا. بس برضو ممكن والمسار كويس خالص نيجي في اخر لحظه والولاده كويسه جدا ونضطر نولد قيصري ان مثلا نبض الجنين بقى ضعيف قوي قوي وخايفين عليه. فشاهد الامر ان المؤشرات اللي هتقول لنا في بدايه الولاده الطبيعيه انك هتولدي طبيعي او تولدي قيصري احنا ما بنعتمدش عليها جامد قوي، وعلى اساسه بلاش نقول ان احنا هنحس بالوجعين. زي ما قلنا مش هتحسي بالوجعين خالص ان شاء الله، وفي نفس الوقت غالبا لو المسار الولاده الطبيعي ماشي كويس انت غالبا هتكملي ولاده طبيعيه فانت برده مش هتحسي بالوجعين. تمام. عندنا بقى حاجه مهمه لازم تبقي فاهماها، ايه اللي هيحصل من ساعه ما هيبدا الطلق عندك لغايه ما هتخرجي انت والبيبي بالسلامه. اول ما هتحسي بعلامات معينه هنتكلم عنها بعد كده، هنقول ان انت كده خلاص بداتي في اول خطوات الولاده. ايه هي اول خطوات الولاده؟ هي ظهور الطلق. لما بتكلمي الدكتور بتكلمينا بنقول لك والله احنا شاكين كده دخلتي في الولاده فيلا هنطلع على المستشفى اللي انت حابه تولدي فيها. معاكي شنطتك، حاجه البيبي جاهزه، حاجتك جاهزه، بنتحرك على المستشفى. اول حد هيقابلك هناك هو الطبيب المقيم في المستشفى، النايب اللي موجود في المستشفى. بيكلم الدكتور بيقول له والله المدام وصلت، احنا نعمل ايه؟ غالبا بنقول له احنا محتاجين نعمل الكشف بتاعنا الاول، اللي احنا نشوف الرحم بتاعنا فتح قد ايه، اتساع عنق الرحم بقى قد ايه بالنسبه للطلق اللي حصل معانا. بيبتدي يدينا البيانات، عنق الرحم فاتح قد ايه، شكل عنق الرحم، ملمسه، راس البيبي قربت قد ايه من عنق الرحم او قربت قد ايه داخل الحوض عندنا. ممكن نعمل سونار ونشوف وزن البيبي اخباره ايه، الميه اللي حواليه اخبارها ايه، طبعا نبض الجنين اخباره ايه. دي البيانات الاولانيه اللي بناخدها. البيانات دي كلها مبشره وكويسه جدا وبتقول احنا خلاص فعلا حقيقي احنا دخلنا في مراحل الولاده هنعمل دخول المستشفى. لو لقينا البيانات دي لا لسه في البدايه قوي ولسه بدري شويه علينا ممكن نروح ونبقى في وقت تاني لما الوجع اللي انت حسيتي بيه او الاعراض اللي انت حسيتي بيها والعلامات اللي ظهرت بقت اشد شويه نتحرك تاني على المستشفى.
دخلنا المستشفى، بنبدا نتابعك انت والبيبي. هنتابعك انت والبيبي ازاي؟ اول حاجه مهمه بنعملها ان احنا بنعمل حاجه اسمها رسم لنبض الجنين، رسم بيان لنبض الجنين. جهاز صغير كده اسمه CTG. CTG بنحطه على بطنك، بيقيس حاجتين مهمين جدا، بيقيس نبض الجنين وبيقيس قوه الطلق اللي انت بتحسي بيها، ومعدل الطلق ده كل قد ايه بيحصل، قوه بتاعه الطلقه في المره الواحده قد ايه، وايه علاقتها بنبض الجنين. هل نبض الجنين بيتاثر مع الطلق ولا ما بيتاثرش مع الطلق؟ CTG ليه يعني طرق كتيرة هنستخدمه بيها معاكي. بمعنى ان احنا ممكن نبقى حاطينه على بطنك باستمرار، ما بنشيلوش خالص. ممكن نكون بنحطه نص ساعة وبعدين نشيله شوية وبعدين نرجع نحطه تاني. ممكن نكون بنستخدم نبض الجنين بس، ممكن نكون بنستخدم نبض الجنين ومقياس الطلق. ده كل ده بناء على مسار الولادة بتاعك هيبقى ماشي ازاي. الفحص بيكون كل 4 ساعات او ساعتين او كل ساعه او كل نص ساعه، على حسب احنا فين من الولاده. في بدايه الولاده خالص لو لسه الرحم يا دوبك فاتح حاجه بسيطه خالص، بيبقى الفحص غالبا كل 4 ساعات. كل ما بنقرب للولاده كل ما عدد مرات الفحص هتزيد شويه. نزول ميه البيبي هيغير الميعاد اللي احنا هنكشف فيه. نبض البيبي لو احنا حاسين لا قدر الله ان في اي مشكله، ده هيغير عدد المرات اللي هنفحص فيها. الفحص خلي بالك على فكره مش هيبقى مؤلم خالص، خصوصا لو انت واخده ايبيديورال، هيبقى ينطبق عليه احساس ان احنا حاسين باللمس وحاسين بالضغط، لكن مش مؤلم تماما خالص. فدي برضو حاجه انت بتقلقيش منها من تكرار الفحص. عدد المرات اجمالا على مدار الولاده هيعتمد على عدد الساعات اللي احنا قضيناها في الولاده. الولاده ممكن تاخد وقت قد ايه؟ لو دي اول مره ليكي ودي ولاده بكريه، احنا ممكن نقعد لغايه نص يوم او 3/4 يوم، ساعات ممكن نقعد يوم كامل حتى. بس معظم الامهات ما بين نص يوم ل3/4 يوم. ده الوقت المتوقع من اول ما تخشي المستشفى بطلق الولاده لغايه ما تخرجي انت والبيبي بالسلامه ان شاء الله. معاكي في المستشفى بيكون المساعد للجراح، الاخصائي اللي بيساعد الجراح، بيكون معاكي خطوه بخطوه لحظه بلحظه، هو والطبيب المقيم في الفحص، في متابعه البيبي، في النبض، وبيكونوا دايما على اتصال بالاستشاري اللي حضرتك متابعه معاه. اول ما بتبتدي تقربي لمرحله بقى خروج البيبي والولاده ودخول العمليات، بيكلموا الاستشاري علشان يوصل ويكون معاكي في جوه اوضه العمليات. دي الخطوات ببساطه او المسار اللي هيحصل داخل المستشفى. في حاجات هتختلف شويه، مثلا لو احنا واخدين تحفيز طلق الوضع بيبقى مختلف شويه، لو احنا ما بنولدش خالص واحنا قاعدين تحت الملاحظه الوضع هيختلف شويه، لو في احتمال ان انت هتولدي قيصري اكبر شويه من الولاده الطبيعيه بس احنا بناخد محاوله ولاده طبيعيه، الوضع هيختلف شويه، لو دي ولاده طبيعيه ما بعد ولاده قيصريه الوضع هيختلف شويه. بس هي في الاخر الاختلافات في الاوضاع دي كلها اختلافات بسيطه جدا في الطريقه اللي احنا هنتابع بيها او هنمونيتور بيها حالتك وحاله البيبي. المهم ان الولاده الطبيعيه فعلا لطيفه جدا، سهله جدا، بالابيديورال بتبقى غير مؤلمه خالص، وتجربه كويسه وتجربه جميله ان انت تقومي بيها، وفي الاخر هي افيد ليكي وافيد للبيبي.